السلام عليكم. من بعد ما شفنا شنو هو لو فلو بصفه عامه، في هاد لا فيديو غنشوفوا لي تيب دو فلو وبالضبط لي فلو لوجيستيك. في لا لوجيستيك عندنا جوج الانواع ديال لي فلو انترن و لي فلو اكسترن، يعني لي فلو الداخليين داخل الشركه ولي فلو الخارجيين اللي خارج الشركه. نبداو بلي زانترن. عندنا 7 الانواع ديال لي فلو انترن اللي كيتستخدموا داخل الشركه. اولا لو فلو دو ماتيير بروميير اللي هو لو فلو ديال المواد الاوليه. هاد لو فلو هذا كيهتم لينا بالامدادات ديال السلع الاوليه اللي كتستخدم في الانتاج، يعني في البرودكسيون. في هاد لو فلو كنقوموا بزاف ديال العمليات بحال لا ريسبسيون دي ماتيريو اولا ديال السلع، لو تري اولا الترتيب ديال السلع، ديبلاسمون في الاتجاه ديال التصنيع ديال السلع. كمثال كنصنعوا الطبالي اولا الكراسه ديال الخشب، يعني الماده الاوليه هي الخشب. والعمليات اللي كاينين في هذا لو فلو اللي قلنا ديال الماتيير بروميير هما: العمليه الاولى هو كنقوموا بالاستلام ديال السلع اللي هي الخشب، يعني لا ريسبسيون. العمليه الثانيه هو الترتيب ديال الخشب، يعني كنجمعوا كل نوع ديال الخشب بوحدو. العمليه الثالثه كنحولوا البلاصه ديال الخشب من المغازان في الاتجاه ديال الماكينات ديال التصنيع. هكا كنكونوا شفنا لو فلو دو ماتيير بروميير. ثانيا من بين اهم لي فلو انترن هو لو فلو دو برودكسيون اللي كيسمح لينا اننا نعرفوا كيفاش لا ماتيير، يعني المواد اولا لي كومبوزون اللي هما المكونات، كيتحركوا داخل المصنع، اي في مكان ديال التصنيع. هاد لو فلو كيكون متكون من مجموعه ديال العمليات بحال عمليات ديال التحويل، عمليات ديال التصنيع، عمليات ديال المانيطونسيون يعني التعامل اولا المعالجه ديال المواد، والعمليه ديال التخزين. ثالثا لو فلو دو برودوي فيني. في اللحظه اللي كيتصنع فيها المنتوج النهائي اللي هو لو برودوي فيني، كيتم النقل ديالو من لي زون دو برودكسيون الى لي زون دو ستوكاج، اولا مباشره من الانتاج في الاتجاه ديال البريباراسيون باش يتم التوزيع ديالهم اولا ليكسبيديسيون. هاد لو فلو كيطلب بعض المرات يكون واحد الكونترول، واحد المراقبه ديال الجوده ديال السلع اللي خارجه من البرودكسيون قبل ما ندخلوها في لو ستوك، يعني لو ستوك ديال البرودوي فيني، ونديرو ليها لومبالاج باش نبيعوها لو كليون ديالنا. رابعا لو فلو دو روتور. هاد لو فلو كيهتم لينا بداك المواد اللي خاصها تخرج من لا برودكسيون، يعني من لا زون دو برودكسيون، وتمشي عند لي سيرفيس الاخرين. كمثال مثلا بحال واحد الماتيير ما بقيناش محتاجينها في البرودكسيون وكترجع للمغازا، وبحال واحد الماتيير فيها مشكل وكنديوها لا زون ديال الكاليتي باش يقوموا بالتحليل ديال المشكل ويعرفوا منين جا داك المشكل. خامسا لو فلو دانفورماسيون انترن. هاد لو فلو كيهتم بالمعلومات الضروريه باش نديرو واحد التنسيق ما بين كاع لي زاكتيفيتي انترن ديال الشركه، بحال لي زوردر دو فابريكاسيون اللي كيعطيونا معلومات على السلع اللي غنقوموا بالصناعه ديالهم، معلومات على ستوك ديال بعض المواد باش نعرفوا شحال باقي في ستوك، البلانين ديال البرودكسيون باش نعرفوا شنو هو البرودوي اللي غادي نسبقو، يعني لا ليست اللي فيها كنشوفوا شكون البرودوي الاولاني واللي موراه، لا ليست دو بريباراسيون باش نعرفوا شنو هما لي برودوي اللي عندنا في لا كوموند. سادسا لو فلو دو مانيطونسيون اي ستوكاج. هاد لو فلو كيقوم بلا جيستيون ديال لي زيسباس ديال لونتربريز بحال المغازان اولا الريزيرف، باش يكون عندنا واحد النظام اولا واحد التنظيم فعال في التخزين اولا الغتور ديال السلع اولا المواد. سابعا لو فلو هومان. هاد لو فلو كيهتم بالتحركات ديال الخدامه داخل الشركه، كيبين لينا كيفاش كيتحركوا الخدامه ما بين لي بوست ديالهم، كيفاش كيتحركوا في الفضاءات ديال الشركه بحال المسجد اولا الفيستير وحتى الاداره. كيف ما شفنا من قبل الاهداف ديال لي فلو الداخليين: اولا لوبتيميزاسيون دي بروسيسوس، يعني كنقصوا من الاوقات ديال الانتظار والتحركات بدون فائده والتحركات الزائده باش نركزوا على الانتاج. ثانيا لا ريدكسيون دي كو، يعني كنقصوا من المصاريف ديال المانيطونسيون اللي هي المعالجه، ستوكاج وحتى لا جيستيون دو ستوك. ثالثا لاميليوراسيون دو لا كاليتي، كيضمنوا واحد التراسابيليتي، يعني امكانيه ديال التتبع
وواحد التحكم في الجودة ديال لي برودوي في بزاف ديال المراحل. لا فليكسيبيليتي اي رياكتيفيتي، لي فلو كيسهلوا لينا نتاقلموا بواحد السرعه كبيره مع اي تغير كان في لا كوموند ديال لو كليون.